السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ في بلاي ليست جديدة، ممكن تبقى بلاي ليست، ممكن يبقى فيديو واحد على حسب، هنشوف لسه. البلاي ليست دي هتتكلم عن الكلين كود، او الفيديو هيتكلم عن الكلين كود، وهنشوف ازاي ممكن نظبط الكود بتاعنا ونخليه في احسن شكل واحسن صورة، دايما نحافظ على الكود مترتب ومنظم واقل حاجة. فانا في شغلي كده او في كتابتي للكود ليا معايير كده وحاجات بعملها، وطبعا هي منها طبعا معايير يعني معترف بيها ومعروفة يعني بين المبرمجين وكده، في معايير لا خاصة بي انا بحب اعملها وكده، فهنكتشفها يعني كلها مع بعض ان شاء الله. ولكن مثلا خلينا ناخد الكود ده كده اللي هو البروجكت العادي خالص، ماشي، اللي هو اول ما بنيجي نعمل فلاتر نيو بروجكت، ماشي، بيتعمل او بيشتغل عادي. فده كده اللي هنشتغل عليه، هنحاول ان احنا نظبط شكله. هو طبعا بيبقى كل الشغل اللي فيه او معمول كده في الليب المين بيبقى فيها كل حاجة، ماشي، بالكومنتس بالشغل ده كله. فانا عايزين مع بعض ان شاء الله نظبط الكود ده ونحسنه ونخلصه. وممكن مش عارف، ممكن نمشيها بنظام كده اللي هو نمسك مشروع مش كويس نظبطه مع بعض وبعد كده يكون شكله كويس، او ممكن ان احنا نشرح يعني دروس وكده، مش عارف والله. يعني لو حد عنده اقتراحات او حابب طريقة معينة او نهج معين ممكن يكتبه في الكومنتس. هو دلوقتي بيعمل لانش طبعا عشان اول مرة بس، فبياخد وقت شوية. مثلا اول حاجة الكومنتس الكتيرة دي ملهاش اي لازمة، او يعني طبعا ليها لازمة. الواحد مثلا اول مرة في فلاتر وكده، او حتى لو ليه فترة بس ما قراش قبل كده يقراها، هي مفيدة جدا وهتفيده في حاجات كتير، هيعرفه على حاجات كتير، يتكلم في تفاصيل وحاجات يتكلم فيها بشكل بسيط، فهي عامة مفيدة. الواحد لو ما قراش قبل كده حتى لو ليه خبرة يقراها يعني هتفيد. أول حاجة أنا عندي أو هنشيل الكومنتس دي كلها، فبقى عندي اكستنشن كده اسمها ريموف كومنتس، فهنشيل كل الكومنتس من الفايل. بعد كده هندوس كنترول اس، هو بيعمل لي فورمات وبيعمل لي طبعا اوتو ريلود. هو طبعا عشان لسه ما اشتغلش فما عمليش هنا، او بيعملش اوتو ريلود دلوقتي، مفيش تحديثات يعني. طيب لأن هو اشتغل دلوقتي، اللي هو البرنامج اللي هيشتغل ده هو اللي هو الكاونتر عادي، اللي هو العداد بتاعنا عادي خالص، مفيهوش أي حاجة ولا تفاصيل. طيب أول حاجة هنروح نعمل إيه؟ هنشيل الديباج اللي احنا عاملينه، أو اللي هو الديباج فولس، اللي هي اللي هنا دي العلامة دي هنخليها فولس. طيب ماشي. بعد كده نشيل الثيم. تعالى نجرب نشيل الثيم كده يبقى ايه منظره، ما اتغيرش حاجة، ما اختلفش حاجة. طيب أول حاجة بقى خلينا نتكلم في المهم، خلينا نخش في التفاصيل. أول حاجة ده ملف اسمه مين دوت دارت، صح كده؟ فبالنسبة لي ما ينفعش يبقى فيه أي حاجة تانية غير المين. فين المين؟ هي دي المين فانكشن أو المين فويد، تمام؟ فما ينفعش يكون فيه أي حاجة تانية غير المين، فكل الكلام ده ما ينفعش يبقى هنا. فبروح أعمل له إيه؟ دلوقتي ده إيه؟ ده اسمه آب، صح؟ هو ده الاب بتاعي، في الاغلب بيبقى اسمه اب، او ممكن اسميه مثلا وليكن لو هنسميه مثلا كاونتر او اي حاجه، بحيث يعني ايا كان الاسم مش هيفرق، بس ده عامه ده الاب بتاعي، وده بدايه الاب بتاعي. بيبقى اللي بيبقى فيه برضه عشان الاحظه كويس، بيبقى جواه الماتيريال اب، او لو انا شغال بالجيتكس بيبقى جواه الجيت ماتيريال اب، تمام؟ فده كده الاسم. طبعا هنا في ورنينج او ايرور حصل، هنهمش ده دلوقتي خالص. ماشي. فالمفروض ان انا باخد الكود ده اللي هو بتاع الاب، اللي هو الكلاس بتاع الاب، واخده كات، وهاجي هنا طبعا اديني ايرور مش مشكله، هعمل هنا فولدر هسميه اب، وهحط فيه او اعمل فيه برضو نيو فايل، وهكتبه مثلا اب دوت دارت، ماشي. وهنا هروح اعمل بيست، واعمل طبعا امبورت للويدجت، هعمل برضو هنا امبورت للماتيريال، بدل الويدجت خلينا نقول الماتيريال احسن، صح؟ ماتيريال بس كده. طيب هنا طبعا مديني ايرور، فهعمل امبورت للايه، للهوم ده، خلينا عشان كده خلينا نغير مكانها فخليها دلوقتي. طيب اجي هنا بس اعمل امبورت للايه، للاب ده، بس كده راحت المشكله. طيب تاني حاجه احنا قلنا برضو المين تبقى لوحدها، فالكود ده كده كود البرزنتيشن او اليو اي بتاع الصفحه، ماشي. فالافضل ان انا بعمل ايه، بروح شايله طبعا من هنا، فاروح اعمل كنترول شيفت اند يحدد لي كل ده. بعد كده كنترول اكس، ماشي،
وهاجي برضو جوه الليب هعمل فولدر جديد هسميه بريزنتيشن يا اما يو اي او بريزنتيشن الاتنين واحد. ماشي. وهعمل برضو نيو فايل بقى ونسميه مثلا وليكن ده اسمه ايه اللي هوم، خلينا نسميه هوم دوت دارت. ماشي. نعرض فيه او نعمل كنترول في للايه للكود بتاعنا، هنعمل امبورت للماتيريال بس كده. طيب عايزين لسه في الاب كان في ايه ايرور، هنعمل هنا امبورت للايه الهوم بتاعنا من البرزنتيشن بس كده. هلاقي ان هو لوكينج فيل تايتل مش عارف ايه. طيب خلينا نعمل هوت ريستارت عشان بس الاستراكشر اتغير وكده. لقينا هو اشتغل زي الفل مفيش مشاكل والدنيا شغاله عادي. طيب دلوقتي في المين انا مش محتاج اعمل حاجه تانية فممكن اقفله كنترول دبليو عندي هنا في الاب. طيب بالنسبه برضو للتفاصيل او ده كده الاستراكشر بتاعنا بتاع اي مشروع، فحاول دايما ان هو الاب ده بيبقى فيه ايه، الاب فولدر ده بيبقى فيه الفايلز اللي بتبقى على مستوى المشروع كله، يعني بحتاجها على مستوى المشروع كله، هي اساس المشروع بحطها هنا. تمام. عند البرزنتيشن ده بقى فيه اليو اي، اي حاجه للتصميم، اي حاجه للراوتس، اي حاجه للثيم بتبقى كلها هنا في البرزنتيشن. الويدجتس اي حاجه تخص اليو اي عامه بتبقى هنا في البرزنتيشن. طيب عندي كمان تو فولدرز بس مش هنجيلهم دلوقتي عشان ايه ما نعكش الدنيا او يعني نبوظ الدنيا. طيب هنا عندي التايتل ده ممكن استغنى عنه عادي. هنا عندي الهوم بيج. تمام. خلينا نروحها كده. طيب برضه اخد بالي من حاجه، التسميه عندي طيب انا بحب في التسميه اسم الفايلز بتبقى ايه، بيبقى طالما هو ده سكرين او صفحه تمام فبسميها هوم سكرين ما بسميهاش هوم بس. تمام. والتسميه طبعا بتاعه الفايلز والفولدرز بتبقى لور سنيك كيس. ايه اللي هي اللور سنيك كيس؟ السنيك كيس هي اصلا تسميه موجوده يعني مشهوره. ماشي. بتبقى ان انا اول حرف يبقى سمول او هو لور يعني زي ما بنقول. ماشي. وبين كل كلمه والتانيه بيبقى فيه اللي هو الاندرسكور. تمام. لور ممكن اقول هنا سنيك كيس كده بيبقى الكتابه بتاعتي كده، اللي هو اول حرف سمول، كل الحروف اصلا سمول مش اول حرف بس، وبين كل كلمه والتانيه في اللي هو الاندرسكور ده. تمام. فدي بتبقى تسميه الفايلز. طيب في تسميه تانيه للايه، حاجه تانيه بقى للكلاس نفسه. الكلاس بحب يكون اسم الكلاس هو نفس اسم الفايل. ماشي. ما ينفعش مثلا ده اسمه ماي هوم بيج وده اسمه هوم سكرين، ما بحبش كده عشان يبقى كل واحد او خلاص انا مثلا اقدر اعرف الكلاس ده هو موجود فين من اسمه بس. لو مثلا اسمه ماي هوم بيج اقعد ادور على ماي هوم بيج هنا مش هلاقي، انما لما اسميه مثلا هوم سكرين هدور على هنا هوم سكرين هلاقي على طول. تمام. نفس او العكس برضو ان الفايل نفسه خلاص انا عارف الفايل ده جواه ايه من غير ما افتحه. يعني مثلا في الاب طبعا انا بتكلم الحاجات دي هتفيدنا ممكن ما تفيدنا او ما تبقاش مؤثره قوي دلوقتي، بس طبعا على مستوى بروجكت كبير وصفحات كتير وكده فهتبقى دي حاجه مفيده جدا وهتساعدني. انا مثلا هنا في الاب اهو مش عارف الهوم سكرين ده فيه ايه، بس هو طالما انا مسمي الهوم سكرين بنفس اسم الكلاس بتاعه فانا خلاص عرفت ان الاسم بتاع الهوم سكرين هو نفس اسم الكلاس. فهاجي هنا اغير ده واسميه ايه، هوم سكرين. تمام. هلاقي ان هنا اعمل ايرور. فخلاص انا دلوقتي ازاي اعرف الاسم اللي هنا ده؟ هاجي هنا اكتب خلاص انا عارف ان هو جوه الهوم سكرين فخلاص هكتب هنا هوم سكرين. ماشي. خلاص كده. تمام. فدايما هنا الصفحات اسميها سكرينز او بتنتهي بسكرين بحيث طالما هي سكرين، يعني لو هي مش سكرين تبقى حاجه تانية. ماشي. بس طالما هي صفحه بسميها سكرين او ببقى نهايتها سكرين. تمام. طيب في فرق برضو بين في فرق ده انا عامله يعني مش موجود في مكان معين انا اللي مخترعه او يعني عامله لنفسي يعني على الاقل. الفرق ان هو ان انا عندي حاجات او في ناس بتسمي سكرين وفي ناس بتسمي بيج. ماشي. التسميه هنا مش هتفرق قوي. تمام. بس انا بفضل كلمه سكرين. بيج دي بستعملها لحاجه تانية ان شاء الله هنجيلها قدام ان شاء الله، بس يعني بخلي دايما حاول دايما الاسم يوصف معايا الحاجه بالظبط، بحيث كل ما الاسم او المسمى بتاع الحاجه يوصف الحاجه دي بالظبط هيساعدك انت وهيوفر عليك وقت ومجهود. فانا بحب او بفضل ان الفايلز يبقى اسمها سكرين مش بيجز. تمام.
طيب نيجي بقى للصفحه دي، عايزين نظبط الشكل كده ونخلي ايه الاستراكشر بتاعه احسن من كده. فبعمل ايه مثلا هنا؟ اول حاجه انا بحب البروبرتيز بتاع الكلاس تبقى اول حاجه تبقى موجوده فوق. يبقى اول حاجه هنا، يعني لو عندي اكتر من بروبرتي مثلا كده، يبقى لا كلها فوق اول حاجه، ماشي. وبعد كده يجي الكونستراكتور كده، ويبقى بينهم مسافه، او ممكن بينهم مسافه افضل، ماشي. يبقى المنظر ده اول حاجه البروبرتيز، بعد كده عندي الايه الكونستراكتور. طيب بعد كده هنا برضو دخلنا ده كده كلاس جديد بس برايفت كلاس، فبرضو البروبرتيز الاول، بعد كده عندي الميثودز، وبعد كده دي البيلد ميثود ممكن تبقى اخر حاجه، ماشي. طيب ده كده تمام مفيش مشكله فيه. عايز بقى ده طبعا برايفت، عشان كده اول حاجه بحط هنا اندرسكور. طيب هنا عايز اظبط بقى دي. هو ده كده جميل وكل حاجه، بس انا لما بستعمل الكيرلي براكتس جوه الفانكشن او الميثودز، فانا كده انا متوقع ان في اكتر من سطر او في اكتر من كود. انما هنا زي ما احنا شايفين مفيش غير سطر واحد او لاين واحد. فبعمل ايه؟ بحولها، ممكن ادوس كنترول زين او كنترول دوت، تمام، اللي هي جنب حرف الظاء. بيجي لي هنا كونفيرت تو اكسبريشن بودي، بحولها اكسبريشن بودي المنظر ده كده. هلاقي انها بتشتغل معايا عادي مفيش اي مشاكل، ويب عادي اي حد ممكن يشتغل عليه، تمام. فانا بحب ارتب البروبرتيز بتاعتي من الاقصر للاطول. فمثلا التايتل ده كده اخليه الاول، بعد كده اخلي الباك جراوند كلر، بحيث اقدر ايه اشوف الدنيا اسرع وكده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طالما هو في او هما تو بروبرتيز بس مفيش داعي ان انا اعمل لهم كده سبليت وكده، فبشيل اخر كوما وادوس كنترول اس، خلاص كده بيتلم في سطر واحد. ممكن ادوس كنترول بي لان هو ملموم في سطر واحد وخلاص، تمام. نفس الفكره هنا، طالما ده ويدجت واحده او بروبرتي واحده اللي هو الداتا، تمام، مفيش داعي ان انا احط له كوما، فبشيل الكوما اللي ملهاش لازمه بحيث يلم لي الدنيا في سطر واحد. نفس الفكره هنا برده كده بتلم الدنيا في سطر واحد. طيب هيجي حد مثلا يقول لي ان ده وليكن انا عايز ده اطول من ده، لا، هنا جوه الويدجت او التشيلدرن ما ينفعش الحركه دي، لان دول مش بروبرتيز، دول ويدجت، تمام. فانا لو جيت عملت كده الاستراكشر او الشكل بتاع اليو اي اصلا هيختلف، فده ما ينفعش. لازم دايما طبعا، مع ان ده اطول من ده، بس انا بتكلم وليكن لو شلت ده من هنا اهو، ماشي، والشكل بقى كده، ماشي. ما ينفعش اقول برضو ان انا لا هخلي ده هنا فوق وده تحت، ما ينفعش. لازم ان انا ايه احافظ برضو على شكل اليو اي بتاعي بغض النظر عن الطول. الطول هنا مش هيفرق معايا، او الترتيب الهرمي مش هيفرق معايا قوي. هنا ممكن ماشي ارتبها تاني اهو، وبشيل اخر كوما بس عشان يعملهم لي في سطر واحد، لان الكوما الاخيره دي هي اللي بتخليهم يتفرشوا كده ويعملوا سبريد، وان انا اشيلها هو اللي بيخليهم يلمهم كده، تمام. طيب كده نكون لمينا الكود شويه. الكود مثلا كان 60 سطر، بقى 30 سطر، 32 سطر، ماشي. ممكن بعد كده بقى ايه، خلينا بس نمسح ده كده خلاص. ممكن بعد كده بقى ابدا ان انا احاول احسن في الكود اكتر واظبط فيه، بس ممكن نقف لحد دلوقتي. ممكن طبعا نعمل فلوت اكشن بutton تاني، انا حابب اعمل ده، ماشي. ونعمل بقى نظبط ان هو يبقى عندي كذا فانكشن واكتر من حاجه، ونحاول ان احنا نظبط. هنخليه كاونتر ان هو بيعد بلس واحد وماينس واحد ويتعمل ريست للزيرو، بس طبعا هنغير بقى في الشكل، او هنضيف شويه فانكشن زياده، ماشي، عشان يبقى الشكل احسن. وهنشوف ممكن ايه التحديات او الحاجات اللي احنا هنغيرها ونظبطها بحيث تكون مظبوطه معانا. بس كده ان شاء الله يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. لو عندك اي سؤال اسالني في الكومنتس، والسلام عليكم.